تفتكروا ان الجنة في الآخرة بس، في جنة في الدنيا، في ناس عايشين منعمين وعايشين بالحلال. مش يا عم ده شوف هو جاب الفلوس منين، يا عم الكلام ده بيضحكوا بيه عليكم. الرزق، الرزق موجود ورزقك موجود، وهنتعلم ازاي نقدر نوصل لأبواب الرزق بتاعتنا. هنتعلم ازاي نفك التعلق، هنتعلم ايه الطريقة اللي نقدر نشيل بيها الصخرة اللي واقفة عند باب اللي مانع الرزق بتاعي يجيلي. خليني اقولك على حاجة يمكن محدش قالك عليها قبل كده. انت مش وحش، انت تعبان، والتعب لما بيطول بيخلي الواحد يبقى عصبي متلخبط بعيد عن ربنا. بس ربنا مش بعيد، النور موجود، بس محتاج منك خطوة، خطوة صغيرة بس تكون صادقة. خليك معايا، هنطلع من الضلمة للنور واحدة واحدة. الضلمة مش معناها دايما معصية، الضلمة أحيانا معناها فكرة غلط، خوف سايقك، أو صوت جواك بيقولك مش هتنفع. والنور مش معجزة، النور إنك تغير الفكرة. النور بيبدأ من العقل ويوصل بعد كده للقلب، بيخلي القلب ينور، بيخلي كل حاجة فيك تنور. أول لما العقل ينور بتلاقي قلبك نور، قلبك بقى بيتعامل من غير حقد، من غير غل، من غير حسد، بقى بتشوف الدنيا كلها كده بهدوء وبصفاء. ما بقاش فيه جواك كده ضغينة ولا حسد، لا خلاص القلب بقى منور، منور بنور الله. الضلمة اللي انت عايش فيها لا، ده في نور كتير بره، الدنيا مليانة نور. الضلمة دي حاجة بسيطة جدا، ما تخافش ما تقلقش، خش بقلب جامد وعافر وابدأ وتوكل وقول بسم الله. الله ولي الذين آمنوا ويخرجهم من الظلمات إلى النور. أنت ولي يا الله يا رب العالمين. بس أول فكرة نورت الطريق كله بينور. ما تخافش، ما تخافش ان الضلمه اللي انت عايش فيها، وما تخافش ان انت بتعمل ذنوب وبتعمل معاصي، ما تخافش ان انت بتعمل حاجات وحشه محدش عارف بيها. ما تخافش، في نور، في حاجات بتغير كل ده. في حاجات ممكن تخليك من انسان ضايع، من انسان فاشل، من انسان مالكش لازمه لانسان ناجح. في ناس عايشه في ضلمه مش عشان هي وحشه، عشان ما حدش نور لها الطريق. اللي تعبان ده مش محتاج حد يزعله، محتاج حد يقول له انا شايف، وربنا شايفك قبل اي حد. النور مش بيجي فجأة، النور بيجي لما نقول يا رب وريني الطريق. لو حاسس انك محتاج نور اكتب في الكومنت يا رب. انا ماشية على مهل بس مطمنة.